لو الفيديو ده ظهر لك النهاردة يبقى دي مش صدفة خالص. في 3 رسايل جايينك، افتحها واقرأها وتصالح معاها. الرسالة الأولى رسالة من ربك، والرسالة التانية رسالة من اللي حواليك، والرسالة التالتة رسالة من جواك انت. كل رسالة فيهم ممكن تغير اتجاهك بالكامل، بس تأمل الرسالة وصدقها. رسالة من ربك، ربنا بيقولك النهاردة صدقك أهم من كلامك. ممكن تكون بتدعي وبتطلب وبتقول أنا عايز أتغير، بس قلبك مش صادق فعلا في الطلب. في فرق كبير بين إنك تتمنى وإنك تعاهد. في فرق بين اللي بيقول يا رب ساعدني أبطل ذنب، واللي بيقوله وهو ناوي يرجع تاني أو سهل عليه يرجع تاني للذنب. الصدق مع الله هو اللي بيبدل الأحوال وبيفتح الأبواب وبيغير المصير. افتح الرسالة دي كويس واسأل نفسك، هل أنا صادق فعلا مع ربنا ولا بستخبى في كلام مش حقيقي؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تأمل في الآية كويس وارجع للعهد اللي عاهدته بينك وبين ربنا. الرسالة التانية رسالة من نفسك. بتصحى وانت تعبان وبتحس ان جسمك مش زي زمان، حاسس انك بتكتم مشاعرك وبتأجل راحتك. دي مش صدفة، ده جسمك وقلبك وعقلك بيبعتولك رسالة صريحة: اهتم بيا. كل مرة بتأجل رياضتك أو بتسهر فوق طاقتك أو بتاكل أي حاجة مش صحية، انت بتتخلى عن نفسك. وانت نفسك مش عدوك، انت أغلى أمانة ربنا اداهالك. رسالتك هي خد بالك من جسمك، عشان لو وقعت هتقع معاه نفسيتك وروحك وعبادتك ورزقك. فاسمع الرسالة دي قبل ما توصلك بصيغة ألم. الرسالة التالتة من الناس اللي حواليك. يمكن شايف انك صح، بس صوت الناس اللي حواليك بيقول غير كده. في ناس بتحبك بس سكتوا علشان تعبوا. في قلوب اتضايقت من حدتك ومن قسوة كلامك اللي مفيش فيها رحمة. ممكن تكون اتكبرت وانت مش واخد بالك. ممكن تكون بتحاول تبين قوة بس بتكسر اللي حواليك. الرسالة دي جاية علشان تقولك راجع نفسك. أنا مش بتهمك ولا أقول إنك وحش، بس لازم نشوف كل حاجة حوالين مننا ماشية إزاي، علشان أنت غالي ومكانك كبير والناس مستنياك تبقى أحسن. فخد الرسالة برحمة وخلي التواضع مفتاحك من النهاردة. في كل مرحلة من حياتك ربنا بيبعت رسائل، بس الرسائل مش دايما مكتوبة على ورق. ممكن تكون في وجع، وممكن تكون في صورة حلم، وممكن تكون في فيديو زي الفيديو اللي انت بتسمعه ده. لو الرسائل فعلا وصلتك النهاردة فاعرف ان دي مش مجرد كلمات، دي اشارات سماوية. رد عليها بصدق وخلي التغيير الحقيقي يبدأ دلوقتي.